السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم جيتكم بوصفة قلب اللوز المحلات معسل ومشرب حتى للقلب. الله الله كما راكم تشوفوا فيه، بلا زيت بلا حليب بلا لبن. وصفة اقتصادية وسريعة التحضير وتاكلوه في نهارو. نتمنى يعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم وتجربوه وترجعونا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة. نروح نكتشفوا مع بعض الوصفة تاع نهار اليوم. الحاجة الأولى نجيبوا الكاسرونة نديروا فيها 1.5 كيلو تاع السكر. أنا هنا الكاس اللي موالفين نعتمدوا عليه، اللي موالفين نخدموا به. نديروا 1.5 كيس، نضيف لهم 3 كيسان تاع الماء، ندير لهم 1 طرونش تاع الليم. هنا نديروه فوق النار كي يبدا يغلي، حتى يبدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. بعد ما طفينا على داك السيرو تاعنا شربت، خليناه برد مليح مليح. هنا لازم يكون بارد. نضيفوا له نص كاس تاع ماء زار ونخلطوه ونخلوه على جنب. نروح نوجدوا قلب اللوز تاعنا. هذه هي الشيشه اللي خدمت بها، تكون خشينه، لازم تكون فريمون خشينه. نوزنوا 3 كيسان. هنا كيلو على حسب السنيوه تاعكم. انا هذه السنيوه جاتني 3 كيسان. دوك نوريكم كيفاش تعرفوا الكيل تاع السنيوه. انا هذا 3 كيسان. شوفوا نسقموها افون ما نبداو كاع قلب اللوز تاعنا. نروحو نوزنوا السميد هو الاول في السنيوه بهذه الطريقه. وهنايا نديروا صباعنا لازم يجي عند هذاك الطري الاول اللي عندنا في الصباع، باش نعرفوا بليك هذيك هي السنيوه تاعنا. شو واش ترفد تما تكيلو بالكاس اللي يكون عندكم في الدار. نضيف لهم كاس الاول تاع السكر، نضيف الكاس الثاني غير ربع تاع السكر كما راكم تشوفوا. لازم نخلطوا مليح مليح هذاك السكر والسميد. كما نقولوا ما لازمش يبان السكر والسميد وحدهم، لازم يبانوا مخلطين مليح بهذه الطريقه. نروحو نضيفوا لافاني تاعنا. انا هنا عندي لافاني هذه شويه ماشي قاطعه زدت من الاخرى. عندي كاس خليط بين ماء الزهر والماء، درت نص كاس ماء الزهر ونص كاس تاع الماء. هنا الماء نورمال ماشي حامي. نروحو نضيفوه لهذيك لافاني تاعنا بهذه الطريقه. هنا الكاس قسموه على 2، ضيفوا نص الكميه الاولى. بداو تسيو تحلوا هذاك السكر واللافاني والسميد. نعاود نزيد نضيف شويه من هذاك الماء ونبدا هنايا شغل ماشي نعجنوه، مي نبداو نبسو مليح هذاك السميد والسكر حتى تشوفوا هذاك الخليط تاعنا دخلوا مليح هذاك الماء والمازهر بهذه الطريقه كيما نديروا المقروض. نعاود نضيف الكميه التاليه كاع. هنا هذا هو السر تاع قلب اللوز. لازم تقعدوا تخلطوا مده 5 دقائق ولا حتى تشوفوا هذاك السكر تاعكم ما ولاش كاين. شوفوا كيفاش راني نخلط. نتوما اللي عندكم بيتران ديروا في البيتران في هذاك الكا. لو كان ما يذوب لكمش السكر ما تحصلوش على قلب اللوز يكون شباب. نجيبوا السنيوه تاعنا اللي تدخل الفرن. كنت دهنتها بشويه تاع الزبده. هنا زيت شويه زبده، نتوما ما تزيدوش، انا يدي راحت على الزبده. نفرغوا هذاك الخليط بهذا الشكل. نسيو نسقمو هكا في السنيوه تاعنا. شوفوا كيفاش قلت لكم الزبده زيدت عليها، شوفوا كيفاش يطلع في لي كوتي. نتوما ما تزيدوش. نسقم هكا بملعقه ونخبطها هكا شويه. هنا قلب اللوز تاعنا ما تخلوش يريح، ديروا مباشره. انا هنا نطراسي غير ابين باسكو راه شويه جاري، ماش يبان لكم، ماش يحكم لكم الشكل هذاك الطراسي. ديروا بهذه الطريقه. نعاود ناكد لكم قلب اللوز تاعنا ما تخلوش يريح، ديروه مباشره. نديروا هنا حبيبه تاع اللوز. هنا تقدروا ديروا كاكاو، تقدروا تخلوه هكاك بدون اي اضافات. انا نكمل التزيين تاع قلب اللوز ونروحوا نطيبوه مع بعض. انا هنا شعلت الفرن 180 درجه نص ساعه من قبل. ندخلوا للفرن كي تشوف بعد 5 دقائق ملي دخلتوه تعاودوا تخرجوه تشوفوا بلي كنشف. قطعوا قلب اللوز تاعكم بهذه الطريقه
وتعاودوا تردوه للفور يطيب. هنا يطيب غير من التحت، ما يطيبش من الفوق ومن التحت، شعلوا غير من التحت حتى تشوفوا لي كوتو تاعو احمروا بهذه الطريقه. انا هنا حمروا لي شويه زياده، ماشي شويه زياده، حمروا لي بزاف. نتوما يحمروا غير ابان تشعلوا عليه من الفوق. هنا كي تشعلوا عليه من الفوق دهنوا بشويه زبده وعاودوا ردوا الكوشه وخلوه يتحمر. كي يطيب لكم بهذه الطريقه بهذا الشكل خرجوه وسقوه بهذيك الشربات تاعكم. هنا الشربات تقسموها على 2، ديروا الكميه الاولى حتى تشوفوا تشرب كاع هذاك الشربات. شوفوا كيفاش يتشرب. نعاود نضيف الشربات تاعنا اللي بقات لنا وندخلوه للفرن اللي يكون مازال سخون مي يكون طافي، ما لازمش يكون شاعل، ونخلوه يبات ليله كامله. ولا تقدروا ديروا صباح عشيه تاكلوه يجيكم ما شاء الله ويجيكم مطري. نتمنى تكون عجبتكم وصفه تاع اليوم ونالت اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله.